السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طلاب ثالثة ثانوي أخباركم إيه؟ معاكم مستر محمد السيد الشامي. والنهارده بإذن الله هنكمل مع بعض النهارده ونشرح الدرس الثاني في الوحدة الثانية بعنوان أنواع الحدود السياسية. الدرس اللي فات اتكلمنا مع بعض عن الحدود السياسية وعرفنا الفرق ما بين الحدود والتخوم، وعرفنا كمان ازاي بنختار الحد السياسي، قلنا وازاي ظهر اصلا الحد السياسي، قلنا بسبب زيادة عدد السكان وحاجة اسمها المناطق الهامشية والحروب إلى ما لا نهاية. بعد كده اتكلمنا على حاجه اسمها وظائف الحد السياسي وازاي بنرسم الحد السياسي كمان، وعرفنا كمان ازاي بنرسم الحد السياسي، قلنا عن طريق ان هو بيمر معانا باربع مراحل اللي هي التعريف والتخطيط وبعد كده التحديد، بعد كده التعيين، واخر حاجه اداره الحد. واتكلمنا كمان على حاجه اسمها وظائف الحدود السياسيه، ومنها اللي هي الفصل بين الدول والحمايه والامن، وعندك بعد كده اللي هي الحمايه الاقتصاديه وحاجه اسمها الوظيفه السياسيه والقوميه. النهارده هنتكلم مع بعض على انواع الحدود السياسيه. انواع الحدود السياسيه او الحدود السياسيه معانا بتنقسم معانا لنوعين اثنين، في حاجه اسمها حدود طبيعيه وفي حدود اسمها حدود بشريه. بالنسبه للحدود الطبيعيه فبتنقسم معانا الحدود اللي هي عباره عن جبال، وفي حدود تانية اللي هي عباره عن انهار، وفي كمان حاجه اسمها حدود بحيريه، وفي حدود تانية بس بنسميها حدود بحريه. اما بالنسبه للحدود البشريه في معانا اللي هي بنسميها الحدود الهندسيه، وفي حاجه كمان اسمها الحدود الاثنوغرافيه او بنسميها الحدود الحضاريه. يبقى تاني كده الحدود بتنقسم معانا لحدود طبيعيه، حدود بشريه. الحدود الطبيعيه في حدود جبليه، في انهار، في بحيريه، وفي بحريه. اما الحدود البشريه فهي عباره عن حدود هندسيه وحدود اثنوغرافيه او حضاريه، وده اللي هنتكلم عليه ان شاء الله في حصه النهارده وفي درس بتاع النهارده. اول حاجه هنبدا بيها او اول معلومه كده بسم الله الرحمن الرحيم، ان الحدود الطبيعيه هي اقوى من الحدود البشريه. يبقى لو جالك سؤال وقال لك مين اقوى، تقول له الحدود الطبيعيه ديت هي اقوى من الحدود مين؟ من الحدود البشريه. طب مين اقوى في الحدود الطبيعيه؟ هتلاقي ان الجبال تعتبر هي اقوى في الحدود الجبليه، في الحدود الطبيعيه. يبقى الجبال هي اقوى انواع الحدود. ليه؟ هنعرف ليه دلوقتي. طيب ومين اقوى، الطبيعيه ولا البشريه؟ تقول لا، الحدود الطبيعيه هي اقوى انواع الحدود او اقوى من الحدود البشريه. طب تعالى نبدا مع بعض كده بايه اول انواع من الحدود، وهي الحدود الجبليه. بالنسبه للجبال الحدود الجبليه، أول حاجة هنتكلم عليها وهي خصائصها. إيه خصائص الحدود الجبلية؟ قال لك رقم واحد إن هي حدود دائمة ومرئية وعريضة، ويقتصر عبورها على ممرات معينة، واحدة واحدة. حدود دائمة ومرئية وعريضة. دائمة يعني إيه؟ بيقول لك إن الجبل على طول بيكون ثابت. لو أنت هتصحى الصبح تلاقي الجبل خد بعضه ومشي؟ لا طبعا موجود دائم. وإيه كمان؟ قال لك ومرئية وعريضة، وأنت واقف كده شايف الجبل قدامك، مالي عينيك بمعنى أصح يعني. وإيه كمان؟ قال لك ويقتصر عبورها على ممرات معينة، وده عن طريق إن لو إحنا عندنا مثلا جبال اهيت بتفصل ما بين دوله مثلا زي دوله الف ودوله ب، هتلاقي عندك الدولتين ده هم ما هماش سايبين الجبال بتسد ما بينهم كده وخلاص، ولكن عاملين زي انفاق كده بتوصل ما بينهم وما بين بعض. يعني الدوله ب عايزه توصل للدوله الف، مش هتخليها واقفه وتقول لك والله ده في جبل قدامي مش هعرف اعدي، لا طبعا بيعملوا بعض الانفاق كده عشان يعرفوا يوصلوا لبعض وعلشان يعرفوا يروحوا ويجوا لبعض. فممكن يجيب لك صوره زي دي كده ويقول لك تعبر الصورة الآتية عن أي من خصائص الجبال، تقول له يقتصر عبورها على ممرات على ممرات معينة. تمام؟ طيب ده كده بالنسبة للخصائص بتاعت الجبال. طيب لو أنا عندي بقى جبل، الجبل ده بنقسمه إزاي؟ قال لك والله عندنا طريقتين اتنين لترسيم الحدود الجبلية. أول حاجة معانا حاجة اسمها عند أقدام الجبال، وحاجة تانية بنسميها عند خط تقسيم المياه. يبقى معانا عند أقدام الجبال وعند خط تقسيم المياه. أول حاجة بالنسبة لأقدام الجبال إزاي؟ قال لك والله أنا عندي وليكن مثلا أدي الدولة ألف وأدي الدولة ب، وفي جبل ما بين الاثنين. الجبل مثلا في جبلان، بنقسمها ازاي؟ بناخد جبل منهم كده ونقوم جاي راسمينه كدهوت علشان نفهم بيتقسم ازاي. قال لك والله بالنسبه لاقدام الجبال بنيجي عند الجبل
وعند قدم الجبل. يعني ايه عند بدايه الجبل؟ من تحت من على الارض كده، ونقول والله ان الجبل دهوت بتاع الدوله الف، والجبل والناحيه الثانيه الدوله ب ملهاش حاجه. يعني بمعنى اصح ان الجبل دوت مين اللي بياخده؟ الدوله الف. طب والدوله ب لا ما خدتش حاجه خالص، فدي بنسميها عند اقدام الجبال. والنوع ده يعتبر يعني ايه سيء في التقسيم. ليه؟ لان الدوله الف يعتبر هي اللي تمتعت بمميزات الجبل، على عكس الدوله ب ما خدتش حاجه. طيب لو عند خط تقسيم المياه بنيجي ازاي؟ ادي عندك الجبل، وادي الدوله الف، وادي الدوله ب. طبيعي لما الامطار بتسقط تلاقي في ميه جايه النمادي وفي ميه جايه الناحيه الثانيه. يعني انت عندك الامطار بتسقط هنا كده، في ميه بتروح للدوله الف وميه ثانيه بتروح للدوله ب. هنا بنقوم جايين عند الجبل كده وقاسمينهم بالنص كده، من عند النقطة اللي بتفصل فيها المية وبتروح للدولة ألف أو الدولة ب، فسميناها خط تقسيم مين؟ خط تقسيم المياه. تمام؟ وده يعتبر أفضل أنواع التقسيم، لأن كل الدولتين استفادوا من الجبل. يعني تلاقي الدولة ألف ديت استفادت من الجبل ده، ونفس الكلام الدولة ب استفادت من الناحية التانية. خلاص؟ يبقى احنا معانا دلوقتي طريقتين اتنين لتقسيم الجبل في الحدود الطبيعية والجبلية. وأول حاجة اسمها عند أقدام الجبال ما بين الدولة ألف والدولة ب، تلاقي الدولة الأولانية هي اللي خدت كل مميزات الجبل، أما الدولة ب لا ما خدتش حاجة. فبالتالي اللي هي عند أقدام الجبال ديت ما بنفضلوش خالص في التقسيم، على عكس خط تقسيم المياه لا، ده الدولة ألف استفادت والدولة ب استفادت، وبنقسمها ولكن منين؟ حتى من عند قمة الجبل. من عند قمة الجبل يبقى خط تقسيم المياه، إنما من عند أقدام الجبال يبقى طبيعي أقدام مين؟ أقدام الجبال. تمام؟ الكلام ده ما فيهوش اي مشكله خالص، والكلام سهل خالص. يبقى تاني بسرعه كده، الحدود الجبليه خدنا المميزات بتاعتها والخصائص بتاعتها، ان هي دائمه ومرئيه وعريضه، ويقتصر عبورها على ممرات معينه اللي احنا بنسميها الانفاق، اللي بتوصل ما بين الدوله الف مثلا والدوله ب، او ما بين الدولتين الاثنين. وعرفنا كمان طريقه الترسيم بتاعتها، قال لك زي اقدام الجبال وخط تقسيم مين؟ وخط تقسيم المياه. عند اقدام الجبال وعند خط تقسيم المياه. طيب اديني امثله بقى يا استاذ كده على الحدود الجبليه. قال لك والله زي في معانا جبال اسمها جبال الانديز. جبال الانديز بتفصل ما بين دولتين اثنين. في معانا دوله اسمها دولة الأرجنتين، وفي دولة ثانية اسمها دولة تشيلي. طيب وعندنا جبال ثانية اسمها جبال البرانس. جبال البرانس ما بين دولتين اتنين برضه، ما بين دولة اسمها دولة فرنسا وما بين دولة اسمها دولة اسبانيا. وادي الخريطة قدامك اهيت لو خدت بالك، ادي الجزء اللي هو البن ده دي بنسميها جبال الانديز، ما بين دولة اسمها دولة الأرجنتين والناحية الثانية دولة تشيلي. فبالتالي الاثنين دول تعتبر الحدود ما بينهم حدود ايه؟ حدود جبلية. طيب فين بقى جبال البرانس ديت؟ جبال البرانس معاك اهيت ما بين فرنسا وما بين اسبانيا. ما بين فرنسا، ادي فرنسا اهيت، وادي اسبانيا اهيت، وادي جبال البرانس ما بين فرنسا وما بين مين؟ وما بين اسبانيا. وهنا خلي بالك يعتبر في وجه شبه وفي وجه اختلاف ما بين جبال الانديز وجبال البرانس. اول حاجه لو سالتك وقلت لك ايه وجه الشبه ما بين جبال الانديز وجبال البرانس، تقول لي هما الاثنين حدود جبليه. حلو، ما فيهاش اي مشكله خالص. طب ايه وجه الاختلاف بقى؟ اللي عايزك تعرفه ان جبال الانديز بالامتداد بتاعها بيكون امتداد طولي، اما بالنسبه لجبال البرانس الامتداد بتاعها بيكون امتداد عرضي. ازاي بقى؟ بص يا سيدي، انا قلت لك عندك الارجنتين اهيت والناحيه الثانيه تشيلي، تلاقي الجبال بتفصل ما بين الاثنين كده بشكل طولي، على عكس مين؟ على عكس اسبانيا وفرنسا. تلاقي فرنسا فوق واسبانيا موجوده في الجنوب، يعني فرنسا في الشمال واسبانيا في الجنوب، وجبال البرانس بتفصل ما بين الاثنين ولكن بشكل ايه؟ بشكل عرضي. فبالتالي عندك النماد اللي هي الارجنتين وتشيلي يعتبر الامتداد بتاعهم طولي، اما فرنسا واسبانيا الامتداد بتاعهم ايه؟ عرضي. ودي الصوره عندك اهيت، ادي جبال البرانس الامتداد بتاعهم عرضي اهو، اما بالنسبه لجبال الانديز فبالتالي الامتداد بقى بتاعهم بيكون شكله عامل ازاي؟ بيكون طولي. ادي الشكل الطولي، وادي الارجنتين، وادي مين؟ وادي تشيلي. من هنا برضه ممكن نحط كام سؤال كده. بيقول لك والله مثلا ان دوله اسبانيا دهيت عملت مصانع للحديد والصلب. عملت مصانع لمين؟ للحديد والصلب. تتوقع ان دوله اسبانيا عايزه تستفاد او عايزه تجيب مواد خام للمصانع دي، هتجيبها من انهي اتجاه؟ هل هتجيبها من شمال اسبانيا ولا من شرق اسبانيا ولا من غرب اسبانيا ولا من جنوب اسبانيا؟ اكيد طبعا هتقول لي من شمال اسبانيا، علشان في جبال في الشمال اسمها جبال مين؟ جبال البرانس. طب لو نفس السؤال على فرنسا هتقول لا من جنوب فرنسا علشان جبال مين؟ البرانس. طب لو نفس السؤال على الارجنتين هتقول لي لا، وهكذا.
تمام؟ لانك انت واخد قبل كده مميزات الجبال، ممكن نلاقي فيها موارد طبيعيه وممكن نستغلها في اقامه او في توفير المواد الخام للمصانع اللي احنا عايزين نشغلها يعني. ده كده بالنسبه للحدود الجبليه. نيجي بعد كده بقى على الحدود النهريه. نوع من انواع الحدود وهي حاجه اسمها الحدود النهريه. لو في نهر بيفصل ما بين الدولتين الاثنين، ايه مميزاته وايه عيوبه؟ بص معانا لما دي كده. اول حاجه نكتب حاجه اسمها رقم 2، حاجه اسمها الحدود النهريه. الحدود النهريه عايزك تعرفها ان هي رقم 1 بيكون لها مميزات. ايه مميزات النهر؟ قال لك النهر بيمثل حد طبيعي ومانع مائي. حد طبيعي لانه من الحدود الطبيعيه. طب وليه مانع مائي؟ علشان بيمنع كلا الدولتين ان هم يروحوا من بعض، عشان في ميه بتفصل ما بينهم بمعنى اصح يعني. ده كده المميزات، وهي يعتبر حد طبيعي ومانعا مائيا. طيب بالنسبه للعيوب بتاعتها بقى، قال لك والله بالنسبه للعيوب في عندنا عيبين اتنين. اول حاجه ان الضفاف بتاعه الانهار بتكون غير ثابته. ضفافها غير ثابته. وايه كمان؟ قال لك وجود حاجه اسمها الجزر النهريه. طب واحده واحده كده علشان نفهم. انت عندك وليكن مثلا نهر بيفصل ما بين الدوله الف والدوله ب. جميل قوي. بيقول لك والله ان الانهار ديت الميه وهي ماشيه بتعمل عمليه اسمها عمليه التعريه النهريه. يعني ايه التعريه النهريه؟ يعني الميه وهي ماشيه عماله بتخبط في قلب الشط بتاع النهر، فبالتالي بتاكل الشط بتاع مين؟ بتاع الانهار ده. فبالتالي الضفاف ديت اللي بيحصل لها بتتغير، فتلاقي مثلا النهر بدل ما كان ماشي خط مستقيم كده، لا تلاقيه عامل كده، تلاقيه اتعرج. ليه؟ قال لك والله بسبب حركه المياه وبسبب عمليه التعريه اللي على اساسها بدات تغير في المجرى بتاع مين؟ بتاع النهر. طب هل الكلام ده حصل بالفعل؟ قال لك حصل. فين حته؟ قال لك والله حصل في قاره امريكا الشماليه ما بين دولتين اللي هي الولايات المتحده ودوله ثانيه اسمها دوله المكسيك. طب فهمني اكتر. كان في نهر بيفصل ما بين الاثنين اسمه نهر الريو جراند. نهر الريو جراند كان عامل كده. ما بين الولايات المتحده وما بين المكسيك. يعتبر المنطقه دي كده كلها على بعضها كده كلها تابعة للولايات المتحدة الأمريكية. والمنطقة الثانية اللي هي تعتبر باللون الأحمر دي كده تابعة لمين؟ تابعة للمكسيك، ومفيش أي مشكلة خالص. فجأة كده لقينا النهر بدل ما كان بيجي وبيمر وبيلف حوالين المنطقة اللي احنا بنسميها منطقة بانكو اللي هي متلونة باللون الأزرق ديت تعتبر بدل ما كانت تابعة للولايات المتحدة الأمريكية أصبحت تابعة للمكسيك. ليه؟ عشان النهر بدل ما كان بيلف من حواليها كده، أمال إيه؟ قال لك ده مشي بخط مستقيم كده. فبالتالي المنطقة اللي هي باللون الازرق اللي هي بنسميها منطقه بانكو، بدل ما كانت بتاعه الولايات المتحده الامريكيه اصبحت بتاعه مين؟ بتاعه المكسيك. ليه؟ لان النهر ضفافه غير ثابته، بيغير المجرى بتاعه باستمرار. يبقى تاني لو جالك سؤال وقال لك ايه؟ تحول منطقه بانكو بدل ما كانت تابعه للولايات المتحده اصبحت تابعه للمكسيك، ده بيعبر عن هل مميزات الانهار ولا عيوب الانهار؟ عيوب الانهار. طب انهي عيب من عيوب الانهار؟ تقول لي ان ضفافها غير ايه؟ غير ثابته. طيب ده اول عيب من عيوب الانهار. ايه كمان يا استاذ؟ قال لك والله ان الانهار بنلاقي في قلبها جزر. تلاقي النهر مثلا هو كده تلاقي فيه جزر في النص. هتقول لي يعني يا استاذ ايه المشكله؟ الجزر في النص يعني ما نيجي نقسم النهر يا استاذ نقسم الجزر هي كمان؟ اقول لك لا، ما ينفعش، لان الجزر عامله بالظبط زي القرى اللي كانت بتعترض الحدود. فاكرين لما كنا بنقول في مرحله التحديد قال لك وهنا يظهر بعض المسائل الصغيره عندما يعترضها قريه او مزرعه وهكذا، فما ينفعش نقسم القريه والمزرعه. نفس الكلام ما ينفعش نقسم مين؟ الجزر. بنشوف بقى الجزر دي تبع مين، نبدا ان احنا نقسمها. طيب خلاص كده يا استاذ انا فهمت العيوب بتاعه الانهار وعرفت كمان المميزات بتاعه مين؟ الانهار. لو انا عندي بقى النهر ده بقسمه ازاي؟ قال لك والله في عندنا 3 طرق لتقسيم النهر. ال3 طرق تعال نفهمهم مع بعض علشان هم سهلين خالص، وفي ناس كتير قوي بتشتكي منها مع انهم ما يعرفوش ان هي سهله. عندك 3 طرق لتقسيم النهر. اول حاجه بنسميها خط المنتصف. رقم 2 بنسميها العمق الملاحي. ورقم 3 بنسميها إحدى ضفتي النهر.
طيب واحده واحده. انت بتقول لي يا استاذ دلوقتي خط المنتصف، النهر بنقسمه على حسب خط المنتصف. تعال نشوف مع بعض كده. بص يا سيدي، بتلاقي في عندك النهر كده عادي خالص اهوت، وتلاقي في عندك اهوت دوله مثلا زي دوله الولايات المتحده، وفي دوله هنا اسمها دوله المكسيك. بيقوم جايين عاملين في النهر دوت واخدينه وجايين مقسمينه بالنص. انت ليك جزء وانا ليا ايه؟ وانا ليا جزء. ده من هذا الخط ده كده بالنص كده بالظبط، فلذلك سميناه خط ايه؟ خط المنتصف، عشان بنيجي في النهر ونجي مقسمينه بالنص. طب بنقسمه منين؟ من على وش الميه كده بالظبط. انت ليك نص النهر وانا ليا نص ايه؟ نص النهر. طب النهر ده احنا لسه واخدين اسمه حالا، اسمه نهر ايه؟ نهر الريو جراند. ايه ده؟ مش ده اللي غير مجراه؟ اقول لك ايوه هو ده اللي بيفصل ما بين مين ومين. تقول لي ما بين الولايات المتحده وما بين دوله اسمها دوله مين؟ المكسيك. يبقى تاني يعتبر النهر اللي بيفصل ما بين المكسيك وما بين الولايات المتحده الامريكيه تم تقسيمه على اساس، تقول لي تم تقسيمه على اساس خط المنتصف. جميل جميل قوي. ده اول طريقه من ترسيم الحدود النهريه وهي اسمها خط المنتصف. الطريقه الثانيه بنسميها العمق الملاحي. واحده واحده. ليه سميناها عمق يا استاذ؟ وليه سميناها كلمه ملاحي؟ اول حاجه احنا سميناها عمق علشان احنا بنقسمها من قاع النهر. طب ليه سميتها ملاحي؟ علشان احنا بنقسم هنا على حسب حركه السفن، والملاحه بتاعت السفن اللي هي بتكون موجوده في النهر. يبقى العمق الملاحي سميناها عمق علشان في قاع البحر بنقسم النهر من قاع النهر. اما الملاحي علشان حركه السفن. طب هل في انهار متقسمه على اساس الكلام ده؟ اقول لك ايوه في. مين يعني؟ قال لك والله في نهر اسمه نهر الراين. ادي عندك النهر اهوت، نهر اسمه نهر الراين، بين دوله فوق نهوت في الشمال اسمها المانيا، ودوله ثانيه اسمها دوله مين؟ دوله فرنسا. ما بين المانيا وما بين فرنسا، والنهر اسمه نهر الراين. طيب انت قلت لي من العمق يعني من قاع النهر، والملاحي عشان حركه السفن. يعني الامور مشيت ازاي؟ بيقول لك والله ان دوله المانيا دهيت بتروح لدوله فرنسا وبتقول لها انت معظم حركه السفن بتاعتك بتمشي في النهر فين حته؟ لا والله النهر معايا او عمق الملاحه بالنسبه لي او حركه السفن بتاعتي بتمشي كده، هنا مثلا كده وبعد كده كده وبعد كده تخش النمادي هنا وبعد كده تمشي النمادي كده. طيب هنا بقى المانيا تقول لها خلاص مفيش مشكله. يبقى احنا بالنسبه لنا يبقى انت عندك الجزء ده كده يعتبر من ضمن المياه ايه اللي هتسيطري عليها في قلب النهر يعني. تمام. فلذلك سميناها العمق الايه؟ الملاحي. ليه؟ علشان على حسب حركه السفن. والجزء الثاني هتسيطر عليه المانيا. تمام. طيب التقسيم هنا بيكون من على وش الميه كده؟ لا انا قلت لك من القاع. منين؟ من القاع بتاع النهر. فبالتالي هنا يعتبر العمق الملاحي دوت هو افضل طرق التقسيم. اهو افضل طرق التقسيم، افضل طرق التقسيم في الحدود النهريه. تمام. ليه؟ علشان انت قلت لي من عيوب الانهار ان ايه؟ ضفاف النهر غير ثابته. طب هو انا بقسم هنا من الضفه ولا بقسم من قلب القاع؟ من قلب القاع. فالنهر راح يمين راح شمال، الضفه اتغيرت، انا ماليش دعوه بالضفه. ليا دعوه بمين؟ اقول لك بالقاع بتاع النهر، ماليش دعوه خالص بالضفه. فالضفه اتغيرت راحت في اي حته ماليش دعوه. تمام. طيب يبقى دي تاني طريقه من ترسيم النهر وهي حاجه اسمها العمق الملاحي. نيجي بعد كده بقى حاجه اسمها احدى ضفتي النهر. زي ايه؟ او يعني عباره عن ايه يعني؟ قال لك والله في نهر نهوت كده بنسميه نهر بوج. نهر ايه؟ نهر بوج. نهر بوج ده ما بين مين ومين؟ قال لك ما بين 3 دول. في دوله اسمها دوله بيلاروسيا، وفي دوله اسمها دوله اوكرانيا، وفي دوله اسمها دوله بولندا. طب انت بتقول لي احدى ضفتي النهر يعني ايه؟ بيقول لك والله ان بيكون في دوله من الثلاثه دوت بتسيطر على النهر كلياته، والدول الاخرى ملهاش اي حاجه في النهر، يعني ملهاش ان هي تحط رجليها حتى في النهر. طب مين اللي مسيطر على نهر بوج ده؟ قال لك دوله بولندا. دوله بولندا مسيطره على النهر، الميه بتاعت النهر كلها. اما بيلاروسيا واوكرانيا بيقفوا بس كده على النهر يتفرجوا. انا نفسي انزل النهر ده بس ما ينفعش. ليه؟ عشان لو نزلت النهر ده يعتبر كده بعتدي على حدود الدوله المجاوره. تمام. فبالتالي النهر ده كلياته بتاع مين؟ بتاع مين؟ بتاع بولندا. تمام. والتقسيمه ديت الى حد ما تعتبر تقسيمه غير عادله، ما فيهاش عدل بمعنى اصح يعني، علشان بولندا يعتبر بتسيطر على النهر كلياته، اما بيلاروسيا واوكرانيا ما بيسيطروش على النهر ولا ليهم اي حاجه خالص في النهر. الكلام ده بيتشابه مع مين؟ الكلام ده او طريقه الترسيم ديت اللي هي بتاعت احدى ضفتي النهر بتتشابه مع لسه قايلها لك حالا من شويه في الجبال.
الجبال. ليه؟ عشان انت قلت لي انت قدام الجبل يا استاذ، بيبقى عندي جبل ودوله الف ودوله ب، ونيجي هنقسم من عند قدم الجبل هنا، فبالتالي الجبل ده كلته بيبقى بتاع الدوله مين؟ الدوله الف. فالدوله ب ما بتستفادش من الجبل، زيها زي مين؟ زي احدى ضفتي النهر، انك عندك دوله اسمها دوله بولندا بتسيطر على النهر كلته، على عكس بيلاروسيا واوكرانيا ما لهمش حتى ان هم يستفادوا من النهر ده. تمام كده؟ يبقى احنا خدنا دلوقتي 3 طرق لترسيم الحدود النهريه. حاجه اسمها خط المنتصف، حاجه اسمها العمق الملاحي، وحاجه اسمها احد ضفتي النهر. طب تعالى نشوف الكلام ده بقى كده على الخريطه. ادي عندك النمادي اهوت، لو خدت بالك هتلاقي عندك نهر الريو جراند ما بين الولايات المتحده وما بين المكسيك، وادي النهر اهوت ما بين الاثنين، وادي النهر اللي غير المجرى بتاعه. وادي عندك برضو الرسمه هي منطقه بانكو اللي احنا اتكلمنا عليها. ادي عندك الولايات المتحده، النهر كان بيلف من حوالين منطقه بانكو دي. طب ايه اللي حصل؟ غير المجرى فمشي باستمرار، مشي مستقيم بشكل مستقيم، فتحولت منطقه بانكو بدل ما كانت تابعه للولايات المتحده اصبحت تابعه لمين؟ اصبحت تابعه للمكسيك. طيب يبقى عندك بعد كده اول حاجه اللي هو نهر الريو جراند. عندك بعد كده نهر اسمه نهر الراين بقى. نهر الراين ده اللي ما بين اللي هي فرنسا والمانيا. ادي عندك المانيا اللي هي باللون الاخضر ده، وادي نهر الراين اهوت ما بين فرنسا وما بين المانيا، وتم تقسيمه على اساس مين؟ العمق الملاحي. طب الملاحي علشان حركه السفن، يبقى الاهداف ايه؟ تقول اهداف اقتصاديه علشان حركه السفن والتجاره وكده. طيب عندك بعد كده ثالث نوع من الانهار بقى هو نهر اسمه نهر بوج. لو خدت بالك الرسمه اللي انا راسمها ديت هتلاقي هي الرسمه اللي موجوده عندك على الشاشه. بيلاروسيا اللي موجوده فوق هي اللي موجوده هنا اهيت، واوكرانيا اللي موجوده تحت او موجوده في الجنوب اهيت موجوده. وعندك الناحيه الثانيه بولندا بتسيطر على نهر اسمه نهر بوج، والنهر بوج دهوت يعتبر احدى فروع نهر اسمه نهر الفوستيلا. معايا اهو، ادي نهر الفوستيلا اهوت طالع منه نهر اسمه نهر بوج، وده نهر بوج بيفصل ما بين بيلاروسيا واوكرانيا، ودوله اسمها دوله مين؟ دوله بولندا. والدوله اللي بتسيطر على كل حاجه داخل النهر ده هي دوله اسمها دوله مين؟ دوله بولندا. يبقى احنا اتكلمنا كده على طرق تقسيم مين؟ طرق تقسيم الحدود النهريه. نيجي بعد كده بقى على ثالث نوع من الحدود، وهي حاجه اسمها الحدود البحيريه. الحدود البحيريه جايه من كلمه بحيره، لو في بحيره ما بين دولتين او 3 او 4 بتتقسم ازاي؟ قال لك والله بالنسبه للحدود البحيريه بتقسم معانا عن طريقتين اتنين، او الحدود البحيريه. الحدود البحيريه معانا طريقتين اتنين، حاجه اسمها خط المنتصف، وحاجة تانية بنسميها على حسب الاتفاق. على حسب الاتفاق. طيب واحدة واحدة. أول حاجة هو خط المنتصف. لو أنا عندي بحيرة بنقسمها إزاي؟ قال لك على حسب خط المنتصف. زي مين؟ قال لك والله زي في 5 بحيرات ما بين دولة اسمها دولة الولايات المتحدة، ولا خلي دي كندا الأول أهو. عندك دولة اسمها دولة كندا، وفي دولة تحت نهوت اسمها دولة الولايات المتحدة الأمريكية. في معانا 5 بحيرات ما بين الدولتين الاثنين دولت، نجيبهم على الشاشه الاول عشان يبقى انت فاهم معايا. مين بقى البحيرات ديت؟ في عندنا بحيره اهوت اسمها بحيره سوبريو، وفي بحيره بعدها اسمها بحيره اورن، وبعدها بحيره اسمها بحيره ايري، وبحيره بعد كده اسمها بحيره انتاريو، وفي بحيره اهوت كده اسمها بحيره ميتشيجن. بص يا سيدي، انت بتقول لي على حسب مين؟ قلت لك على حسب خط المنتصف فبالتالي بنرسم الحد ازاي؟ قال لك والله بنيجي عند البحيرات ديت وبنقسمها كده اهو بالظبط كده، بحيث ان احنا بنقسمها مع بعض بالعدل بمعنى اصح، يعني ما بين كندا وبين الولايات المتحده الامريكيه. ال4 بحيرات، اول بحيره اسمها بحيره سوبريو، البحيره اللي بعدها اسمها بحيره اورن، وبعد كده اسمها ايري، واخر واحده اسمها ايه؟ انتاريو. طيب وديت يا استاذ ليه ما قلتش اسمها؟ اقول لك والله لان البحيره ديت اولا هي اسمها بحيره ميتشيجن. بحيره ميتشيجن ليه ما حطيتهاش مع الحدود السياسيه؟ اقول لك والله علشان هي بتحيط بالاراضي بتاعه الولايات المتحده الامريكيه، فتعتبر هي خارج التقسيم في الحدود السياسيه، مش تبع الحدود اصلا. ليه؟ علشان هي اصلا كلها على بعضها كده بتاعه الولايات المتحده، كندا مالهاش دعوه بيها. تمام كده؟ يبقى تاني كده ادي عندك ال5 بحيرات اهيت، بحيره سيبوريو، بحيره اورن، وايري، وانتاريو. ال4 بحيرات دولت هم دولت اللي بيصنفوا من ضمن الحدود السياسيه، عشان بيفصلوا ما بين الدولتين الاثنين اللي هي دوله كندا ودوله الولايات المتحده الامريكيه. اما بالنسبه لبحيره ميتشيجن ليه ما حطيتهاش في التقسيم؟ هقول لك علشان دي تبع الولايات المتحده الامريكيه، فتعد بحيره داخليه مش تبع الحدود السياسيه. هنا بقى ممكن اجيب لك سؤال. بص يا سيدي،
مش لسه قايلين حالا ان الولايات المتحده الامريكيه لها حدود شماليه وحدود جنوبيه كده؟ تقول لي ايوه يا استاذ ليه؟ تقول لي في دوله اهوت اسمها دوله المكسيك، وكان بيفصل ما بينها وما بين الولايات المتحده دوت نهر اسمه نهر ايه؟ نهر الريو جراند اهو، نهر الريو جراند. فممكن هنا يجي لك سؤال ويقول لك ايه وجه الشبه والاختلاف بين الحدود الشماليه للولايات المتحده الامريكيه والحدود الجنوبيه للولايات المتحده الامريكيه؟ وجه الشبه ووجه الاختلاف، اقول لك والله رقم واحد بالنسبه لوجه الشبه ان هما الاثنين تم تقسيمهم على اساس خط المنتصف. ليه؟ لان نهر الريو جراند متاسس او متقسم هو كمان على اساس خط المنتصف زيه زي البحيرات العظمى او البحيرات الوسطى اللي ما بين كندا وما بين الولايات المتحده الامريكيه. طيب وجه الاختلاف بقى، اقول لك وجه الاختلاف ان الحدود الشماليه بحيريه، اما الحدود الجنوبيه ايه؟ حدود نهريه اللي هو نهر الريو جراند يعني. تمام كده؟ طيب ده كده اول طريقه لترسيم البحيرات وهي حاجه اسمها خط المنتصف. نيجي بعد كده بقى على تاني نوع من التقسيم وهو على حسب الاتفاق. الدول المطلة على البحيرة بيتفقوا مع بعض على ازاي نقسم البحيرة دي. زي مين؟ قال لك زي في بحيرة اسمها بحيرة فيكتوريا، ادي عندك الرسم اهيت، نرسم هنا الاول وبعد كده نجيبها لك على الخريطة. بحيرة فيكتوريا بيطل عليها 3 دول، دولة اسمها دولة اوغندا، وفي دولة اسمها دولة كينيا، وفي دولة تحت اسمها دولة تنزانيا. طيب مقسمين البحيرة ازاي؟ قال لك والله مقسمينها كده بالظبط كده. تعال ندي اللون الاحمر كده عشان يبقى انت فاهم معايا كده وكده كده. فبالتالي لو خدت بالك هتلاقي اللي بيسيطر على الجزء الاكبر من البحيره هتلاقي دوله اسمها دوله مين؟ دوله تنزانيا. اما اللي بيسيطر على الجزء الاصغر للبحيره دوله اسمها دوله ايه؟ دوله كينيا. واللي بيسيطر على الجزء لحد ما الاوسط دوله اسمها دوله مين؟ دوله اوغندا. طيب ولكن في نقطه هنا مهمه في البحيره ديت عايزك تكون عارفها. ايه هي؟ اقول لك والله في خط ان هو بيمر اسمه خط الاستواء. خط الاستواء لو خدت بالك هتلاقيه بيمر في الميه بتاعت اوغندا والميه بتاعت مين؟ بتاعت كينيا. فممكن هنا يجي لك سؤال ويقول لك ايه؟ لو انت ماشي بسفينه او في مركب في قلب بحيره فيكتوريا، يبقى معنى كده انت بتمشي في الميه بتاعت مين ومين؟ اقول لك بتمشي في الميه بتاعت اوغندا اهيت، والميه بتاعت مين؟ والميه بتاعت كينيا. وادي الرسمه اهيت، عندك النمالي اهوت، ادي بحيره فيكتوريا تبع الجزء ده تبع تنزانيا، والجزء اللي هو الصغير ده تبع كينيا، والجزء اللي فوق ده تبع مين؟ تبع اوغندا. الجزء ده كده تبع اوغندا. وادي بالنسبه لك خط الاستواء. لو انت ماشي بالمركب بتاعتك على طول خط الاستواء كده يبقى انت ماشي في الميه بتاعت اوغندا وماشي برضه في الميه الحته الصغيره دي بتاعت مين؟ بتاعت كينيا. يبقى احنا خدنا مع بعض كده طرق ترسيم الحدود البحيريه. خدنا اللي هي خط المنتصف، وخدنا على حسب الاتفاق ما بين دوله اوغندا وما بين كينيا وما بين تنزانيا في بحيره اسمها بحيره فيكتوريا، وخدنا 4 بحيرات وهي سوبريو واورن وايري وانتاريو ما بين كندا وما بين الولايات المتحده. وقلنا ان ميتشيجن خارج التقسيم لانها تعتبر بحيره داخليه تبع لمين؟ الولايات المتحده الامريكيه. وبكده يبقى احنا خلصنا مع بعض نص الدرس بتاع النهارده اللي هو انواع الحدود السياسيه. ان شاء الله انتظرونا في فيديو قريب بنتكلم فيه على الحدود البحريه، ولو في بحر كده ما بين دولتين 2 ازاي بيتقسم. ان شاء الله فيديو جديد. شكرا ليكم، كان معاكم مستر محمد السيد الشامي. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.